الفيديو ده ما كانش في خطة الفيديوهات بتاعة القناة، لكن قابلنا برنامج وثائقي في 2017 إن في عز الأزمة اليونانية الاقتصادية في ناس كتير رجعت تعبد الآلهة الإغريقية القديمة زي زوس وبوسايدون. Storia periplo, fuori che li vogliono. Accusi che si chiama fuori o io non posso dormire. وده خلانا نسأل إيه اللي يخلي ناس في القرن ال21 يعبدوا آلهة قديمة؟ وإيه هي الديانات الإغريقية؟ وليه الناس رجعت تعبد ميثولوجيات مرة تانية؟ النهاردة نحكي القصة بالتفصيل لأن القصة وراها حكاية. أول حاجة لازم نعرفها إن الآلهة الإغريقية بتتقسم ل3 فئات. الفئة الأولى وهي فئة الآلهة البدائية، الفئة التانية وهي فئة الآلهة الجبابرة، والفئة التالتة وهي فئة آلهة جبل أولمبس. هنبدأ القصة من الآلهة البدائية. في الأول كان الكون عبارة عن فراغ كبير، ومن وسط الفراغ وجدت إلهة الفوضى كيوس. كيوس ما كانش ليها شكل زي بقية آلهة الإغريق اللي كانوا بيشبهوا البشر، ولكنها كانت مبدأ الفوضى. ومن قلب كيوس طلع 5 آلهة إغريقية أساسية: إيربس إله الظلام، نيكس إلهة الليل، جايا إلهة الأرض، ترتيرس إله الهاوية، والأخير إيرس إله الحب والشهوة. وكان للآلهة البدائية دي رمزية كبيرة جدا، يعني لحد دلوقتي الكون عبارة عن مكان مظلم وموحش. لكن لما إيربس إله الظلام ونيكس إلهة الليل اتجوزوا خلفوا 2 آلهة: إيثر إله النور وهيميرا إلهة النهار. بمعنى تاني إن من قلب الظلام والليل وجد النهار والنور، وهنشوف رمزيات من دي كتير في الميثولوجيا الإغريقية. لكن الإلهة اللي تهمنا دلوقتي عشان تكملة الميثولوجيا الإغريقية هي جايا إلهة الأرض. جايا كانت معروفة بخصوبتها العالية، وده اللي خلاها بدون الزواج بأي إله تاني تخلف يورينس إله السماء، ودي اللي تعتبر رمزية تانية إن الأرض خلفت السماء. بعد كده يورينس وجايا اتجوزوا وخلفوا أبناء كتير، وكل الأبناء دول كانوا بيعتبروا آلهة، لكنهم كانوا بيتصنفوا لفصيلتين: الفصيلة الأولى وهي المسوخ زي العمالقة، وال3 إخوات السايكلوبس أو كائنات مشوهة زي التنانين والثعابين العملاقة. والنوع ده يورينس ما كانش بيحبه عشان أشكالهم القبيحة، فحبسهم في ترترس إله الهاوية، وده اللي خلى جايا في حالة غضب شديد من يورينس. والنوع التاني من أبنائهم وهم التايتنز، وعلى رأسهم كرونوس إله الزمن، وده اللي يخلينا نبدأ الجزء الثاني من ميثولوجيا الإغريق وهو الآلهة الجبابرة. قصة الآلهة الجبابرة بدأت لما كرونوس راح لأمه جايا عشان يشوفوا حل في اللي يورينس بيعمله، وإنه بيحبس كل إخواته من المسوخ في الهاوية. فجايا صنعت لكرونوس سلاح على شكل مقصلة، وكرونوس استخدم السلاح ده في بتر ذكورة والده. وفي اللحظة دي يورينس صرخ صرخة قوية جدا، صرخة هزت الكون بأكمله وحولت السماء للون الأحمر. ودي رمزية تانية: لما يورينس إله السماء فقد ذكورته كل السماء اتحولت للون الدم. لكن في اللحظة دي كان كرونوس انتصر على والده يورينس وراح على الهاوية وحرر كل إخواته من المسوخ. وفي الوقت ده أصبحت السيطرة لآلهة التايتنز أو الآلهة الجبابرة، وعلى رأسهم كرونوس إله الزمن وملك الجبابرة. لكن دلوقتي خلينا نسأل، البشر فين من القصة دي؟ كان في إله من التايتنز اسمه إيابتس، كان إله الخلود والحرف اليدوية. التايتن ده وزوجته خلفوا 4 أبناء، والأبناء دول هم أجداد البشر، وال4 أبناء دول ادوا 4 صفات للبشر من بعدهم، وهم الشجاعة، الخداع، العنف، الغباء. وأشهر الأبناء دول هو أطلس اللي معروف بصورته وهو شايل الأرض على أكتافه كعقاب من الآلهة، وهنرجع لقصة أطلس بعدين ونعرف إيه اللي حصل خلاه يتعاقب العقاب ده. بعدها كرونوس ملك التايتنز اتجوز ريا إلهة الأمومة وخلفوا مع بعض 7 أبناء. ال7 دول هم شيرون، ديميتر، هيرا، هستيا، و3 تانيين مهمين جدا، وهم أكتر 3 معروفين في الديانة الإغريقية: هيديز ملك العالم السفلي وإله الموت، بوسايدن إله البحر والزلازل والفيضانات، وأشهرهم على الإطلاق وأشهر واحد في الآلهة الإغريقية زيوس إله السماء والبرق. وبولادة زيوس هنبدأ الفصل الثالث من الميثولوجيا الإغريقية وهو فصل آلهة جبل أولمبس. وهنبدأ الفصل ده من قبل ما كرونوس يخلف زيوس. بعد ما كرونوس حرر إخواته المسوخ من الهاوية حصل بينهم مشاكل كتير، وده اللي خلى كرونوس يرجع إخواته تاني للهاوية ما عدا التايتنز، يعني رجع المسوخ تاني للهاوية زي ما والده يورينس كان عمل. بعد كده كرونوس بدأ في إنجاب الأولاد،
ولكن كان دايما عنده خوف إن أولاده هيعملوا فيه زي ما هو عمل في والده. وزي ما تفتكروا كرونوس كان إله الزمن وكان مقتنع إن الزمن بيعيد نفسه، فكانت كل ما زوجته رايا تخلف أحد الأبناء كان كرونوس بياكله. أيوة بياكله بالمعنى الحرفي. وده اللي خلى رايا مش راضية خالص عن حياتها، وده اللي خلاها بعد إنجاب ابنها الأخير زيوس ترفض إن كرونوس ياكل الطفل. فعملت حيلة بسيطة، جابت الوشاح اللي بيتلف بيه الطفل وحطت بدال الطفل صخرة، ولما كرونوس طلب منها الطفل عشان ياكله اديته اللفة اللي فيها الصخرة، وكرونوس أخد اللفة وبلعها على الفور، وما خدش باله إن هو بلع صخرة وما بلعش ابنه زيوس. وبعد ما كرونوس رجع واستقر على العرش بتاعه، ريا خدت الطفل زيوس إلى كهف نائي. الكهف ده كان في جزيرة كريت، وأوكلت رعاية الطفل زيوس إلى الإلهة ميتيس. الإلهة ميتيس كانت إلهة الحكمة والمؤامرات والتخطيط. ولما زيوس كبر وبقى شاب قوي، ميتيس عملت له مشروب سحري. المشروب دوت قالت له لو كرونوس شربه هيرجع كل اخواتك اللي بلعهم. وبالفعل زيوس رتب ان كرونوس يشرب المشروب ده ورجع كل اخواته تاني من بطن والده. ومن ضمن اخوات زوس اللي رجعهم كرونوس 2 اقوياء جدا، هم هيديز وبوسايدن. في اللحظة دي كرونوس كان في قمة غضبه وأعلن الحرب على زيوس. ساعتها زيوس اتحرك بسرعة إلى الهاوية وحرر كل اخوات والده من المسوخ. ساعتها المسوخ أعجبوا جدا بزيوس وشافوا فيه الملك القادم لكل الآلهة الإغريقية، فقرروا يساعدوه في الحرب ضد كرونوس. ولأن المسوخ هم كانوا من جيل الآلهة البدائية، فكانت عندهم قوة كبيرة جدا، فقرروا صنع 3 أسلحة لزوس وبوسايدن وهيديز. هيديز إله الموت صنعوا له خوذة بتخليه يختفي، وصنعوا لبوسايدن إله البحر الشوكة اللي معروف بيها واللي بتديله قوة كبيرة جدا، وصنعوا لزوس الصاعقة الكهربائية، ودي كانت أقوى سلاح عند كل الآلهة الإغريقية القديمة. وبدأت الحرب بين زيوس وإخواته ومعاهم المسوخ ضد والده كرونوس ومعاهم التايتنز. الحرب استمرت حوالي 11 سنة، والحرب دي كانت فوق جبل أولمبس، واللي انتهت بفوز زيوس وتعيينه ملك الآلهة الإغريقية. وبعد كده هيديز بقى ملك العالم السفلي، وبوسايدن هو ملك البحر، وزوس كبير الآلهة هو ملك السماء. وبعد فوز زوس واخواته على والدهم كرونوس وعلى التايتنز، حبس والده والتايتنز في الهاوية، وزوس طلب من المسوخ يرجعوا الهاوية تاني، لكن ما يرجعوش كسجناء، بل يرجعوا كحراس على المساجين اللي محبوسين دلوقتي في الهاوية، اللي هم والده كرونوس واخوات والده التايتنز. لكن في واحد من التايتنز أخذ عقاب أكبر بكتير، وهو أطلس. فاكرين أطلس اللي هو كان أحد أجداد البشر؟ عقاب زيوس ليه إنه عشان حاربتنا مع والدي واخواتك، انت هتشيل العالم كله إلى الأبد، وهتفضل في عذاب أبدي مش هتقدر تتخلص منه. وبعد استقرار الحكم على جبل أولمبس ما عادش فيه قصص كبيرة قوي خاصة بالميثولوجيا الإغريقية. في قصص كتير جدا لكنها ما بتصبش في القصة الرئيسية، زي مثلا ازاي زيوس خلف هركليز وايه هي الصعاب اللي عدى بيها، وقصة ميدوسا وبوسايدن. لدرجة ان واحنا بنجهز للفيديو ده كان في برنامج وثائقي عامل اكتر من 300 حلقة عن الاحداث اللي حصلت في الميثولوجيا الإغريقية، لكن احنا حاولنا نختصر الموضوع قدر الامكان ونديكوا خلاصة القصة. لكن دلوقتي خلينا نسأل، ليه في ناس لسه بتعبد الآلهة الإغريقية القديمة؟ يعني انا قادر اتفهم ان ناس في العصور القديمة كانت لما تشوف البرق تقول ده الاله زيوس، أو تشوف البحر فيه أمواج عالية أو بيحصل زلازل فتقول لك ده الإله بوسايدن غضبان. لكن هل في مبرر دلوقتي لعبادة الآلهة ديت؟ هل لما الوضع يوصل لأزمات اقتصادية صعبة جدا الناس تقدر تتخلى عن كل اللي بتؤمن بيه وتؤمن بخرافات؟ أنا هسيب الحكم ليكم، لأن في الآخر كل واحد بيؤمن بقصة، لكن القصة وراها حكاية.